السعودية. تفضلوا بإيجاز رجاء، الوقت قليل. نعم بإيجاز. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله للجميع وللمشاهدين. أنا أريد أن أسأل الشيخ نعم عن عقيدته في مسألة الأسماء والصفات، ولأنني سمعت بأن في عقيدته شيء من الحلول والاتحاد. هذا أبدا. طيب، ولكن سيبين لكم إن شاء الله. نعم. المسألة الثانية، الله يسلمك، أنا أريد أن الآن الحمد لله يعني بدأت كثير من المذاهب، أو أقصد أتباع المذهب الشيعي، بدأوا يشككون في مسألة الأصول التي يقوم عليها المذهب الشيعي، لأنها تصادم القرآن والسنة، تصادم القرآن الصحيح، يعني لا شك، يعني الآيات الصحيحة الصريحة من كتاب الله عز وجل تصادم الأصول التي يقوم عليها المذهب الشيعي. بدأ الآن بفضل الله عز وجل الأخوان الشيعة بدأوا يبحثون، وبدأوا يعني لا يتبعون فقط المراجع مجرد ما الأقوال، لأنه طيب الآن وصلت فكرتكم الأولى المهمة، الثانية فقط مجرد ادعاء. لا، مو فقط ادعاء، وإنما لقلقة لسان من الفضائيات. نعم. طيب، إذا نعم، معنا الأخ عباس من إيرلندا. تفضل. طيب، إذا نعتذر. نعم. طيب، إذا من عمان والأخ عباس من إيرلندا، نعتذر لهما لضيق الوقت. تفضلوا. نعم. إذن فقط الأخ أبو عبد الملك علقوا على قضية، يقول ما عقيدة سماح السيد في قضية الأسماء والصفات؟ الجواب أخي عقيدتي في الأسماء والصفات، أنا كتبت إلى الآن في التوحيد 6 إلى 7 مجلدات أخي العزيز، وأرشدك إليها إجمالا. الجزآن أولا جزآن في التوحيد، مجلدان في التوحيد، ومجلدان في معرفة الله، ومجلدان في الإلهيات بالمعنى الأخص، وآخر ما صدر لي كتاب اسمه دروس في التوحيد. بإمكانك أن ترجع إلى موقعي وتجد الكتاب وتطالع لترى رأيي. هذا أولا. وثانيا، أما ما قلته بأنه شكرت الله على أن الشيعة، نعم بحمد الله تعالى أن الشيعة لم يتعلموا ولم يثقفوا على أساس أن يقلدوا في العقائد. انظروا إلى رسائلهم العملية التي كتبها لهم علماءهم، يقولون لا يجوز لكم الرجوع في العقائد إلى هذا وذاك، وإنما يجب عليكم أن تبحثوا. وبحمد الله تعالى نشكر الله أن هذه الأبحاث بدأت تأخذ موقعها في أوساطكم بدليل مداخلاتكم أخي العزيز. هذه المداخلات منك ومن أمثالك، ويحاول إعلاميا أن يعطي بعض الكلمات أن الشيعة وقعوا في شك. أنا أشعر أن بعض أتباعكم أخذت أثرها في أوساطكم، فلهذا تجلسون لها جلوسا تحاولون أن تجدوا لها شيئا علميا للرد، ولكن لا تجدون، فلهذا تتكلمون هذه الكلمات التي ليس لها أساس. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كامل حيدر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.